اهلا بيكم ومراجعه عامه سريعه على فيلم درويش. عمرو يوسف، مصطفى غريب، طارق عماد، احمد خالد صالح. من الافلام اللي ما كنتش متوقع ليها النجاح اللي هو القوي اللي هي عملته على مستوى السينما وعلى مستوى التفاعل او ردود افعال المتابعين مع الفيلم. فيلم درويش بيتكلم سريعا عن شخص هلاس وبتاع ستات وبتاع بارات وحاجات كده، مش عاوز احرق الفكره عامه. وبيحصل حاجه معينه بتشقلب حياته وبتحوله الى بطل وطني او واحد من المقاومين ضد الانجليز في تاريخ مصر، او واحد من اشهر المقاومين ضد الانجليز في تاريخ مصر. الفيلم بالنسبه لي على مستوى القصه، الناس اللي تابعت مسلسل النص لاحمد امين لو حابب يتفرج على حاجه مختصره وسريعه ومضحكه جدا اقرب لمسلسل النص، هو فيلم درويش. القصه نفسها حلوه، مكتوبه بشكل جيد، ويمكن نقطه القوه في الفيلم سرعه الاحداث بما لا يخل بالطبيعه الزمنيه، ان انت بتتكلم في حاجه من ايام الملك وشكل عساكر الانجليز وشكل الترام القديمه ام سنجه وشكل الناس وتسريحات الشعر. يعني الحاجات دي احنا وصلنا فيها لمرحله قويه من التركيز او الترتيب اللي بيبدا فعلا يوصلك ان انت جوه الحقبه التاريخيه دي، زائد سرعه العرض بتاعت الفكره عشان الناس اللي مش واخده على الحقبه الزمنيه دي ما تملش. دي من المعادلات القويه جدا اللي تحسب لابطال العمل والصناعه وعلى مستوى الكتابه. بالنسبه لي من اقوى الناس اللي كانوا موجودين عمرو يوسف. العوده بتاعته بعد فيلم اولاد رزق القضيه ممكن ما كانش اقوى حاجه في فيلم اولاد رزق بالنسبه لي، وكنت حاسس دايما، وخليني اقول لكم على يعني سر، يعني كنت دايما حاسس ان عمرو يوسف في كل اجزاء اولاد رزق الثلاثه اللي فاتوا تايه او ملوش مكان او ملوش خط درامي معين، حتى بمساعدات الابطال اللي كانوا موجودين، حتى بالجزء اللي كان فيه احمد الفيشاوي وباقي الاجزاء اللي كانت موجوده، زي ما بيقولوا اللعب الكوره ما بينهم او مباصيه الكوره ما بينهم اثناء المشاهد في السجال او الكلام او الرد، برضو كان هو ما كانش اقوى حاجه. لكن بالنسبه لي هو قدر يعمل لنفسه مكان قوي جدا وعوده قويه جدا تليق بيه بعد فيلم درويش. اللي زيه بالظبط مصطفى غريب. مصطفى غريب كاد انه يتحرق الفتره اللي فاتت في ادوار كتير جدا كوميديه كلها شبه بعض، لحد لما وصل لمرحله ان الناس بدات تشبهه بطلعت زكريا السينما المصريه. وطلعت زكريا طبعا الله يرحمه كان في اعمال كتير جدا فيها نحت، او ان هو بنلقط افيه، بننقل افيه، بننقل مشهد، بننسخ حاجه معموله ترند ونبدا ان احنا نعملها في شكل مشهد كوميدي. فكان مصطفى غريب في الفتره دي قال ان هو بدا ان هو يتحرق كوميديا، او ان هو ما يكونش ليه الكوميديا النقيه او الاوريجينال بتاعته اللي كانت بتعرف الناس عليه. ويمكن كان من اكترها مسلسل اشغال شقه جدا مع هشام ماجد، ولكن دور البخيل او دور الشخص الندل اللي بيبيع اصحابه جوه الفيلم ده يعتبر عوده قويه لمصطفى غريب. طارق عماد ما كانش اقوى شيء بالنسبه لي في الفيلم. دور احمد خالد صالح اللي عمل الملك فاروق بالنسبه لي هو طلع في مشاهد قليله جدا، ولكن كان قوي بما فيه الكفايه، وكان نفسي ان يكون ليه خط درامي اقوى من كده او مشاهد اكتر من كده او تهريج اكتر من كده. اللي زيه بالظبط محمد شاهين. محمد شاهين برضو كان متمكن جدا من الدور اللي بيلعبه، ولكن كان في تقليل من الكوميديا اللي كان هو بيلعبها مع باقي الفنانين مقارنه بالباقيين بمصطفى غريب وعمرو يوسف. للمرة الثانية من نقط القوة بالنسبة لي سرعة الأحداث، ودي كان معامل قوي في طرح الفكرة على الناس. وأتمنى أن يكون في أفلام بهذا الشكل تقدر أن هي توصل الفترة الزمنية القديمة أيام الملك وغيرها، وفي نفس الوقت تقدر ان هي تواكب سرعه سرد الاحداث او الكم الكبير جدا من الاعمال الفنيه، والناس اللي بتحب ان هي تتابع من غير ما يكون في اي ملل. فيكون في اعمال بهذا الشكل تقدر ان هي تدي فرصه للمتابعين يتابعوا اكتر عن تاريخ مصر القديم، وفي نفس الوقت تديهم نكته ظريفه، مشهد كوميدي كويس. وبالنسبه لي كمان من نقط القوه بتاعه الفيلم المشاهد بتاعه المعارك، وان هي اتظبطت في وسط مشاهد عاديه. يعني ممكن نحرق جزء ان هو كان بيمشي في الترام اللي هي ام سنجه القديمه بيهرب من الشرطه، وبعدين الترام بتقف فبيجري منهم فبيجروا وراه، فبيحصل ان في مظاهره ضد جنود انجليز، فبيلاقي جنود انجليز او بيلاقوا حد ميت من القاده بتوع الجنود الانجليز، وبيبدا ان هو يشتبك مع اثنين بيفتكروا ان هو قتل القائد الانجليزي ده. اللقطه دي زمنيا على الشاشه ما خدتش حوالي 3 دقائق 3 دقائق ونص،
ولكن كانت افضل ما يمكن على مستوى السرعه وعلى مستوى الرياكشنز بتاعه عمرو يوسف جوه الفيلم. تقييم الفيلم 7.5/10، وبالنسبه لي فعلا واحد من امتع الافلام اللي تم عرضها الفتره اللي فاتت في السينمات. استنونا ومراجعات جايه لافلام ومسلسلات كتير في برنامج في الكابل.